السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ وحشتونا 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 والله. عودا حميدا بعد موسم العيد. كنتش بصور لان كنا مزنوقين في الشغل شوية، بس الحمد لله رجعنا اهو. رجعنا في فيديو جديد. هنعمل عباية بزعبوط. عباية جميلة بزعبوط. معانا 3 متر قماش كتان. هنفتحهم كده، نحط البورصل على البورصل لان طول العباية 1.5 متر، بس هي طبعا نازلة على واسع، فهو عرض القماش 1.5 متر بالظبط. عايزين معاه 10 سنتي كمان علشان الخياطات، فمش هنعرف نشتغل على طول واحد، فهنشتغل على العرض كله كده. وبعدين نيجي نقيس الطول هنا، هنشوفه 1.5 متر ولا لا. هو الزيادة هنا عن 1.5 متر اهو. هنشيل الزيادة واحنا بنشتغل. هاجي ادني القماش، انا حطيت البورصل على البورصل اهو. هاتني القماش واشتغل من على المفتوح كده. هاتني كده تمام. هنتني على 4 على 4 اهو. طبعا العباية عندي مقفولة من قدام ومن ورا، فانا هشتغل على المتن على 4. حلو كده. بظبط بس كده عشان ايه الطبقات كلها تبقى معايا متساوية اهو. اظبط قماشي على 4، وخلي بالي ان تحت ما يبقاش مترحل على فوق. تمام، عشان ايه تطلع المقاسات مظبوطة. خد وقت شوية في تظبيط القماش، بس مش مشكلة عشان تطلع الدنيا مظبوطة. امسك من هنا كده الاقيهم ايه 4. حلو كده. عندي هنا البنش ربع 37.5، فانا هصغر شوية كده. خليه 40 عشان هي العاملة مش عايزة العباية على واسع قوي، هي عايزاها نازلة على وسع البنش بس، مش عايزاها نازلة. فاحنا هنشتغل على العرض. اكبر عرض عندنا 40، اللي هو ربع دوران الهنش بتاعنا. انا بظبط كده القماش علشان الخطوط بتاعتها. طبعا لو القماش فيه قلم منه فيه زي كده، الاحسن ان احنا نعمل القلم بالطول. ليه القلم بالطول؟ علشان بيدي معاه دم للمقاسات الكبيرة. قلم بالطول بيدي إيحاء بإن الجسم مش عريض، بيلم الجسم من الآخر. عندي هنا ربع دوران الصدر 30،
هنزود 1 سنتي مقدار خيط. عندي ربع دوران الهانش برضه 30 وزودت 1 سنتي خيط على ربع دوران الهانش هيبقى 40 مللي عادي. هناخد معانا 7 سنتي بتاع دوران الرقبة الأمامية والخلفية. احنا اتفقنا ان 7 سنتي دول ينزل بالرقبة الأمامية 10 والخلفية 3. كده معانا الكتف 14، معانا جيرو 30. وهنبتدي نقص. بننزل 3/4 الجيرو مستقيم وربع الباقي دوران مريح. وبعدين ننزل خط مائل بس عدل من غير اي انحرافات. تمام. دلوقتي انا عندي الترابيزه صغيره، انا عايزه احسب الطول بتاعي. احسبه ازاي؟ انا الطول بتاعي 150، فهروح جايبه المنظور كده وعامله علامه. اجيب الكتف من الاول عامله علامه على الطول لحد مثلا ايه 100. علامة على الطول لحد 100 عشان اما اتني كده اجيب طول العباية بتاعتي مظبوط، وارحل واظبط هنا الطول بتاعي 150. هنحط 2 سنتي من تحت وسنتي من فوق مقدار خياطة 3 153. وعندنا كمان تاني الديل نعملها في حدود 5 سنتي يبقى 158. تمام. هاجي هنا اقيس من علامة المية اللي انا حطاها ادي 50 58 عشان ابقى في السليم. اجي هنا اشوف 11 علشان اظبط الديل بتاعي. تمام. هاجي اكمل قص، هنزل كده بقى على البورصة اطمن بس ان الفرقتين الورقين اللي تحت مع بعض، مفيش حاجة مترحلة. تمام. هاجي اقص الديل هنا وبعدين الديل الواسع دايما بنطلع بيه من خط الجنب ارتفاع بسيط على قد وسع الديل. يعني كل ما الديل بيوسع كل ما بنعمل ارتفاع من خط الجنب. تمام. فهنا عندنا الديل مش واسع قوي، فمش هنطلع من خط الجنب 20، هنطلع من خط الجنب 4 قريب بس كده.
ونريح على ما فيش. تمام. نيجي بقى هنا من فوق نعدل الرقبة الأمامية. هننزل الرقبة الأمامية 10 سم، 10 سم. ومعانا احنا هنعمل التعبوط، فهناكل التعبوط على الفتحة دي. هنعمله فتحة صغيرة هنا كده، صغيرة عشان تريحة التعبوط بس. تمام. نعمل بقى تنظيف للرقبة الأمامية بس، يعني التنظيف ويبقى للرقبة الأمامية بس عشان الفتحة اللي احنا عملناها دي، عشان الفتحة مش عشان حاجة تانية. لأن الزعبوط طبعا هيتركب هينضف. فاحنا مش محتاجين نعمل تنظيف للخلف كمان، لا احنا هنعمل للرقبة الأمامية عشان نعمل تنظيف للفتحة. طبعا هنضبطه على المكنة ونيجي بقى نقيس هنا الرقبة عشان نعرف الزعبوط. ادي 15 والرقبة الخلفية كده كلها 24. تمام. ادي البودي بتاع العجلة. هنعمل بقى من هنا الكمام. الكمام عندنا 50. كده مش هيقضي، فهنجيبه كده. طبعا العميلة عايزة تكون قصير بأسورة عريضة ناشفة. هنجيبه كده، ده من بواقي القماش 3 متر. تمام. والكم دورانه 50، فهيبقى هنقسمه على 2، هيبقى 25 في الكيلو. هشيل منه اسورة 5 سنتي، هيبقى 45. تمام. هنزود 2 سنتيمتر خياطة يبقى 47. هننزل طبعا فوق دوران راس الكم، هننزل 15 ونيجي ندور الكم. طبعا احنا عملنا الكم مع بعض كتير قبل كده. ندور حرف الكم نحط عليها هنا. هنيجي الفتحة اللي تحت هنعملها 20 كفاية.
هنعمل الأسواق 5 سنتي في 20. نجيب من هنا كده دي خلينا من تحت هنا مطرح كنا بنجيب هنا كده بالظبط. أسواق قلنا 5 سنتي هتبقى كام؟ 12 سنتي. تمام، هذا 12 اسواق بقطنتها هنتنيها، اوكي، و12 كمان 24. نيجي بقى نعمل الصعبة. الزعبوط كام في كام؟ 30 في 30. ماشي، نزود هنا 5 سنتي. يبقى احنا هنطلعهم من هنا. تمام، وفي الخلف ننزل 5 سنتي. هنا بقى هنعمل الصعب. ماشي الكلام. هنيجي على الحته اللي باقيه دي، طبعا دي على فردين. هناخد الطول هنا 30 وننزل 5 سم. تمام، والطول ال 30 اللي من هنا هنطلع منه 5 سم هنا كده. وبعدين والعرض هنا المفروض 30، بس احنا عملناها 28 عشان هنعمل فاكية للدعم. بيطلع بدوران كده. تمام، ورا يبقى اقل 5 سم، قدام يبقى نازل 5 سم، وبعدين ندوره كده. ده الظهر، ده قدام وده ورا. هنيجي بقى نقيس دي كده بالطول ونعمل لها باكيه او زي اسوره كده، بس مش واخده في الفيلم. ماشي، طولها هنا 35. تمام يا حلوين. هناخد الباكيه بتاعتها دي اهي كده كده. ايه ده؟
كده احنا قصينا العباية كلها بالزعبوط بالكم بالاسورة وكل حاجة. هنيجي بقى هنا نعمل ايه؟ هنيجي هنا نكوي الفازلين بتاع الاسورة. هنشغل المكوى كده عشان الاسورة معايا ناشفة. هنيجي نكوي الفازلين بتاع الاسورة اللي هو ده. هنجيب الفازلين كده بناكل الفازلين. الحته اللي بتلمع دي نحط عليها القماش، مش الحته اللي بتلمع دي هي اللي بتلزق. تمام اهو. خطوه خطوه مع بعض اهو. ما ايه، ما عملتش حاجه من ورا. وبعدين هبدا اكويه كده عشان الزقه في الفازلين. مكوى درجه حراره مناسبه. لا عاليه قوي عشان ما تحرقش معايا القماش في الفازلين، ولا واطيه قوي بانها ما تلزقش. طبعا لما هتلزق انت تحسيها انها لزقت. هي كده اصلا بس خلاص. نيجي نقصها اهو. طبعا الباكية بتاع الزعبوط احنا مش هنديها فازلين عشان هي بتبقى ايه طرية شوية، علشان تروح وتيجي مع الزعبوط ما ايه ما تعكسش معانا. خلاص كده ايه لزقت حطينا كده. نروح بقى نقفل على المكنة. السلام عليكم. احنا هنا بنقفل اهو، بس انا نسيت بصراحة اشغل الفيديو. قفلت الزعبوط كده وبعدين ركبت الباكية عليه كده، فبقى شكل الزعبوط كده. تمام. هنقفل بقى العباية نفسها. ده امام كده، وده خلف. احط الكتف على الكتف الكتف على الكتف اهو. وادي الكتف على الكتف التاني. زي ما اتعودنا هنقفل الكم مع خط الجنب على طول. هنجيب الكمام الكم اهو. طبعا احنا مش عاملين كم كامل، احنا عاملين كم
3/4 على حسب المزاج اللي تكون عايزاه. هنيجي نقفل الباكية اللي احنا لزقناها تزيين دي على الكم. تمام. وبعدين نقفل الكم في العباية جيرو على جيرو. وبعدين نيجي نقفل بقى من عند الكم كده من الباكية لما لنهاية العباية الكم كده اهو. هذا الجيرو على بعضه اهو. نكون قاصين صح بمقاسات صح، الدنيا بتظبط معانا. نعمل الناحية التانية ونرجع له. هنا عملنا الجنب التاني وهنيجي نركب الزعبوط بالتنظيف بتاعه. تمام. هنا التنظيف بتاع الأمام اهو مقصوص على شكل الأمام بالظبط. هنيجي نحط الزعبوط الباكية بتاعته كده في أول الايه، في أول الأمام بعد المرد بسنتي كده عشان يسيب سنتي للخياطة. تمام كده. وبعدين هنحط المرد اهو، نحط التنظيف التنظيف اهو عشان الزعبوط يبقى بين التنظيف وبين الايه، بين الديكولتيه بتاع الامام. وبعدين هنقفل كده، هنمشي الزعبوط معانا. التنظيف طبعا هعمله على قد الامام بس يجي بقى عند الخلف هنا هنخيطه بس، مش هنعمل معاه تنظيف. نيجي بقى عند الخلف هنا، في عندنا هنا زيادة اهي. الزيادة هنا ما قصيتهاش ليه؟ عشان اكشكشها هنا في الخلف كسر بسيطة كده تدي براح معايا للزعبوط عشان ما يخنقش على الرقبة. تمام كده. واجي هنا عند الامام الناحية التانية اعمل نفس الحكاية. اجيب الاول التنظيف بتاعي اهو، واحطه كده عشان اشوف هيجيب معايا طول ولا لا. احطه كده وبعدين احط التنظيف كده احط له دبوس عشان نظبط. يمشي معاه كده بالراحة. ايوه كده. شيل الوش
ننزل بقى الفتحة دي نقفلها على المكان. راحة كده واحدة واحدة ونجيبها على المكان. طبعا التنظيف ده تاكله وبعدين هنقفله مع الايه، نجي بقى نشوف اهو. الصابون التنظيف بتاعه من بره ومن جوه، تنظيف كامل من بره ومن جوه. حلو كده. هنثبت بقى التنظيف ده في الكتف اللي احنا قاصين معاه الكتف وقاصين معاه حته من الجيرو. هنثبتهم مع بعض في الكتف وفي الجيرو كمان بحيث ما يكلكعش تحت العباية. بص دي الخيوط بتاعتنا كده، ونيجي على الناحية التانية نكمله الكتف. طبعا انا بخيط حاجة، انا بخيط على الخيطة اللي انا كنت عاملاها، ما كنتش ينفع اعملها في الاول. ليه؟ علشان هو بيدخل في تنظيف الرقبة مع الزعبون كده، بيركب اخر حاجة، فلازم كنت ارجع اعيد كده. خلي بالي وانا شغالة عشان ساعات القماش بيسحب تحت المكنة من غير ما تاخدي بالك. اهو شوف من جوه بقى عامل ازاي. اهو نثبت طبعا هنا على المكنة السنجر كده فهيتفرد تمام. وهنا التنظيف بتاع الامام كله جميل اهو مع الصابون. هنتنف في الديل ونثبت فتحة الرقبة بتاعتنا ونشوف الفينش النهائي ان شاء الله. رجعت تاني تمام. لفي تانية